ضباطي وعساكري مدربين على الحرب الليليه، بيتعلموا مننا نحن هسه برا الناس. الجيوش البر انا ما بقول كلام نظري. لو كان في اي دوله والله العظيم في بريطانيا العظمى لو في قوه موزعه قوامها 40,000 عندها 2,000 عربيه بالتسليح ده موزعه داخل لندن جوا في الحتات اللي هي مؤتمن عليها في باكنهام ولا في كل المواقع الاستراتيجيه وتمردت بالطريقه دي عليه اليمين كان سقطت لندن في ساعه تصدق. ما سقط السودان ولا في حرب اهليه بتكون في السودان، ولن يكون السودان لا كاليمن لا كليبيا لا كسوريا لا كالعراق، ما تصغيرا باهلنا ديل، لكن ما كان عندهم جيش قومي ولا جيش محترف، جيوش قبليه عقديه ما كده طوائف زي دي هنا. في صدام حتى لما كون جيشه كان سني بس ما فيه كرد ولا فيه شيعة، دي النتيجه. سوريا علويين بس، ليبيا كده. نحن ما عندنا كلام زي ده. نحن اي قبيله في السودان ما عندها عساكر ضباط في الجيش السوداني وجيش محترف وقتال وقومي. عرفت الكلام ده؟ فانا داير اقول للناس يقولوا لك الاشاعات يقول لك تحركت 200 عربيه جاي من بندا 500 يا اخو عنده جوا هنا كان 40,000 وعنده 2000 عربيه ما استلم اي حته، المواقع هو مستلمه وقدر بناس قتلونا بالمديريه صراحه قال لي تاثير غلبوا يعمل فيها حاجه. صبر سيطر على الخرطوم. القاعدين هنا ده 40,000 انتهوا دمروا 2000 عربيه تدمرت بنسبه 80% منها اتدمرت والباقي قبضنا داير يحلوا 200 عربيه ولا 100 عربيه جاي من برا دحين لجنه وقعدوها مستلم بعدين ما قدر يستلم. يجوا شنو يعني جاتهم 200 و 300 عربيه، والله عربيه تقطع النيل ده بخرطوم درمان للخرطوم ما في. واحده بتقطع ما في. واحده هي اصلا بتصل هنا ما في. اكثر سلاح جو ضارب الان السلاح السوداني. ونحن اي مصيبه بتكون من مطار انتبه، بتكون من الرياض، بتكون من تل ابيب، بتكون من طرابلس، بتكون من الجمينه، بتكون من عنتبه خليه من جوبا. شايفيننا في شاشاتنا. الراجل اللي نقدر نخش الجو حقنا ده والله طياره فيها طيار من رسيله. والله نهرس واتضربت اقول لك بندا دي ضربت من امس الموضوع انتهى. لافين حايمين بينا في القالب بتاع درمان ده بتاع حمرة جبرة الشيخ ونايم 20 عربيه و30 عربيه وغودهم كمنان قاعدين فيه والله يموتوا عطش. لكن قول وصلوا انت 100 شنو يعني 100 عربيه وكان عنده هنا 2000 عربيه ما عملت له حاجه. يجيب داري يبلغ قوه تلحقه. وعلى العكس تماما قواتنا كل يوم عندنا احتياطي مسألة